السلام عليكم ورحمة الله. أموركم مزيانة؟ نتوما بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. كنا نتمنى ان شاء الله الصوم ديالكم يكون مقبول باذن الله تعالى عند ربي. جيتكم البنات بواحد الوصفه اليوم نشاركوها مع بعضياتنا. بسم الله توكلنا على الله. البنات صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. البنات جيتكم بواحد الوصفة ديال هاد الحوت الفيلي، راه معروف عندنا حنايا كنسميوه الراية، يعني معروف عندنا في المغرب. عندي نص كيلو من هاد السمك، غادي نغير ليه باش غادي نقليوها البنات. انا ما غاديش نقلي على حساب الانسان تيكون صايمو بلا داك القليان ياكل الانسان القلي. باقيين يلاه بدينا في الصوم ان شاء الله يا ربي. نديروه مغاير ندخلوه للفرن باش كيجينا في نكهه اخرى ان شاء الله. عندنا الثوم البنات، القياس ديالنا الثوم، وعندي واحد البصله دواور، وعندي 3 الفلفلات دواور، عندي واحد المطرشه كبيره دواور الحامض، عندي البنات بطاطا دواور، وكنسلقوها نص سلقه البنات باش كتجينا طريه، ما تجيناش قاصحه. الا طابت في الفرن تجينا قاصحه، تجينا طريه على هذا الشكل هذا. غير نص سلقه البنات، وكنحيدوا لها داك الماء ديالها. وهنا عندي الكمون، وعندي زعفران كركم، وعندي القزبر مطحونه البنات. القزبر مطحونه البنات غزال في الحوت، كيواتي الحوت بزاف بزاف. وعندي بابريكا، ديك الفلفله العاديه اللي كتكون كنقولوا لها نويويره. وعندي شي شويه اللي بصر البنات. بغينا الهريسه، ما كانوش غياكلوا الوليدات، غادي نضيفوا الهريسه. بسم الله. انا غادي نضيف البنات هاد التوابل ديالنا. والملح البنات كي قلت لكم انا ما كنضيفش الملح، حتى كنحيد الوليده ديالي حيت هي ما كتاخدش الملح، كتاخد غير المسوس. الثومه نزيدو في الثومه البنات تكون زايده، حيت اصلا الحوت كيبغي، بسم الله، الحوت كيبغي الثومه، ضروري الحوت كيبغي الثومه. الحوت كله، لا الطاجين لا السردين، الحوت كله كيبغي الثومه زايده. عندي ربيع قياس ديالنا البنات. هاد العواد البنات ديال المعدنوس كنقبطهم وكنغسلهم مزيان، وكنديرهم هادو في القاع ديال المول اللي غادي يدخل ليه الحوت. كيطلقوا واحد المذاق رائع البنات، غزال. كيطلقوا واحد المذاق ديالهم يعني غزال. كنضيفوا الزيت ديالنا، بسم الله. كنضيفوا البنات شويه من العود، القياس اللي غناخدو الزيت نباتيه حتى هي البنات، غناخدو غير القياس البنات ياك. بسم الله. انا غنستخدم البنات يديا باش كندخل العطور مزيان لهاد الحوت ديالنا. الحامض معصر البنات، نضيفوا الحامض معصر. الرائحه البنات ديال القزبر راه ملي كنضيفوها في هاد السمك ديالنا، اولا في يعني اي اكله سمك كتواتى مع هاد القزبر هذا، يعني كيجي رائع فيها. القزبر اليابس راه هو غزال وفيه فوائد كثيره لينا. هاد العطور هادو مزيان كندخلوهم البنات على هاد الشكل، كيجينا معطر على هاد الشكل البنات. كنحمروا شويه البنات، الا بغينا نطحنوه نقيوه ونحمروه شويه عادي، يمكن لينا نطحنوه، ما نخلطوش نطحنوه هكاك، حيت الا كان ما سميتو ما سخونش، ما محمر شويه، ما يجينا غير القشور، يعني ما يجيناش مزيان. بسم الله.
غامضه البنات، بغينا حتى الاخر ونعصرو عادي. الا ما طفناش في الاول. دابا عاد غادي نضيف البنات الملح ديالنا باش ما يجيناش الطبق عاود مسوس البنات. الا كان الطبق مسوس يعني والو، ما غاديش يجينا بنين كيما حنا باغيين يكون. يا بسم الله. اول مولا البنات اللي غيكون فيه السمك ديالنا ديال الفرن. بسم الله. انا غادي نضيف البطاطا هي الاولى بهذا الشكل. باش ندخلوه البنات نديروه في الطاجين. بغيت نبدل شويه، ديما الانسان تياكل الحوت مثلا في الطاجين، نبدلو شويه الفرن حتى هو نطيبو فيه شويه، راه كيجي فيه بنين ورائع، ما كيجيش كيجي لذيذ. انا غادي نضيف السمكه ديالي على هذا الشكل. انا ضفت غير نص كيلو البنات اللي حاضر عندي، ودرت هاد النصف ديال البواج جوا زدتها. بسم الله. غنضيفو البصل. مع البنات واش نتوما كتضيفوا البصل في الحوت او لا؟ انا كنضيف البصل في الحوت حتى السمك ديال السردين الا درتو في الفرن كنضيف ليه البصل، ولكن البنات راه كيجي رائع، كيجي معلك وكيطلق ديك التنسيمه ديالو في الحوت، كيجي رائع. جربوها البنات على حسابي، غادي يعجبكم ان شاء الله. بسم الله. غادي نضيفو هاد الطماطم ديالنا. ديك الصوصه البنات اللي كتبقى لينا في الزلافه ديالنا كنزيدوا ليها شويه ديال الماء. ما نديروش مطيشه البنات، مطيشه د الحك لا بلاش منها. كنضيفوا ليها الماء وكنديروها انا غنوريكم البنات الطريقه كيفاش غادي نستخدموها. وغنزيدوها الربيع البنات. ديك الصوص اللي بقات عندنا انا زدت ليها الربيع وزدت ليها حتى مليحه، مع ضفت شويه ديال الماء. ضروري البنات شويه ديال الماء، ضروري نضيفوه في السمك ديالنا باش كيجي مرغي كيطيب على خاطرو على هذا الشكل. نسقيوه باش ما يجيناش عاود السمك ديالنا ناشف. بغينا حنا يجي ميرق، يجي خاتر يعني يجينا لذيذ. صافي. وكندخلوه على 170 في الفرن، نخليوه البنات يطيب على خاطرو. من نصبوه على تيساع ندخلوه نقادوه على تيساع وندخلوه الفرن، نخليه يطيب على خاطرو يعني ما نزربوش عليه. صافي. على هذا الشكل البنات. والزيتون حتى كيقرب يطيب البلا ديالنا عاد كنضيفوا ليه الزيتون هو البنات على هذا الشكل هذا. يقرب يطيب البنات وغادي نضيفوا ليه ان شاء الله الزيتون من بعد ما يطيب معنا الطبق ان شاء الله ونرجعوا. السمك ديالنا من بعد ما كيطيب كيجي على هذا الشكل البنات خاطر، يعني كيجي روعه على هذا الشكل. وكيجي ما فيه زيوت بزاف، ما فيه قليان. بسم الله. كيجي البنات رطب، ما كيجيناش قاصح نهائيا، كيجي رطب بزاف البنات. ها هو على هذا الشكل
يعني كيجي رطاب كله البنات كيتفرتت هاك هاد الشكل هذا. على هاد الشكل البنات جربوها البنات في الفرن على حسابي، راه غادي يعجبكم. على هاد الشكل غادي يعجبكم البنات بزاف، راه غزال كيجي رائع ولذيذ. البصيله اللي وريتكم البنات كيفاش كتجينا، كتطلق ديك سميتو داك الرغا ديالها، كتطلق ديك وكيختر لينا المريقه، يعني كيجي روعه. الحار بوحديتو اللي خاصنا البنات. هنا انا عندي الحار غنحطو معزول على ود الوليدات الصغار ياكلوا الحوت باش ما يلقاوش حار البنات. اما انا راه كنعشق، انا مدمنه البنات على شي حاجه سميتها الحار. كنرقدو، كنطحنوا ديك الهريسه المعجنه، كنجيب ديك الهريسه الناشفه، كل البنات كاين في الكوزينه. خصني ما يمكنش تكون الكوزينه وما يكونش فيها الحار. الا ما كانش الحار ما عندي والو، الماكله ما كدوش ليا، ما نكذبش عليكم البنات، انا مدمنه على الحار. صافي البنات هذا هو البلا ديالنا، كيجينا رائع وكيجينا غزال وكيجينا لذيذ بالمعنى الكلمه. جربوها البنات على حسابي، وحطوه في المائده ديال الافطار، حطوه مع لي سلطه، حطوه مع الرز اللي عجبنا حنايا. بصحه والراحه البنات، وصحه فطوركم يا ربي يا كريم، والى اللقاء الى شيوه قادمه ان شاء الله. وما تنسونيش البنات من التشجيعات ديالكم الاراء ديالكم القيمه اللي كتعجبني وكتدعمني، والدعم ديالكم مهم. اي حاجه درتوها البنات، اي حاجه عاونتوني بها ولا شجعتوني بها، الله تعالى اللي غيجازيكم ان شاء الله. الى اللقاء والى شيوه قادمه ان شاء الله، مع السلامه.